باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. هتكلم مع حضراتكم النهاردة على موضوع اسمه الأمانة مع النفس في المجال التاني، وهو الوزنات. ربنا ميزنا زي ما ميز بصمات كل إنسان عن إنسان، ميز مواهب كتيرة قوي اداها لنا واحد عن واحد. بس اللي احنا مش عارفينه ان كل وزنة وكل موهبة ربنا اداها لنا هيحاسبنا عليها. علشان كده الانسان لازم يكون امين في كل حاجة ربنا اداها له. بمعنى وزناتي ايه؟ انا عندي اسرة، غيري ما عندوش اسرة، يا ترى انا كنت امين فيها وعليها؟ ربنا اداني فلوس ما ادهاش لناس تانية، ويمكن ميزني بفلوس زيادة شوية، يا ترى كنت امين عليها وبصرفها في مكانها، ولا خدني تعظم المعيشة او اخدني البخل عشان ازودهم ونسيت الفقير والمحتاج؟ ربنا اداني الوقت واداني الفلوس واداني الصحة، عملت بيها ايه؟ ده على فكرة ممكن يكون ربنا بقى اداني حاجات كتيرة قوي. واحد فنان، طب بترسم ايه؟ واحد بتاع موسيقى، طيب بتضرب اي نوع من انواع الالحان؟ كل الحاجات دي لازم اعرف ان ربنا هيحاسبني عليها. فاكرين مثل الوزنات لما ربنا ادى واحد 5 وادى واحد 2 وادى واحد 1؟ اللي ما اشتغلش بالوزنة بتاعته ربنا اخد منه الوزنة وطرده بره، قال له كنت تروح عند الصيارفة. افتكر واحدة ست كانت بسيطة قوي 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 قوي، بس كان ربنا مديها انها بتعرف تعمل حلويات حلوة. والست دي في فترة كده كانت بتشتغل في البيوت لان دخلها كان قليل، بس كانت عارفة ان في احد الملاجئ محتاج قوي، فكانت تعمل ايه؟ تطلب من الناس اللي بتشتغل عندهم ممكن بيضة، ممكن كوباية دقيق، وكان عندها فرن قديم قوي بتاع المصانع الحربية كده، يعني ما بقاش في منه اليومين دول. وتروح في الأوضة بتاعتها تجيب الدقيق على البيكنج باودر على كوباية سكر على بيض، هي ما عندهاش، ولو عندها ما بتستخسرش، وتخبز الكلام ده كله وتعمل كيكة واحدة تقدمها لهذا الملجأ مرة في الأسبوع. الست دي فضلت كده لغاية لما ما كانتش قادرة تقوم خالص ولا تعمل أي حاجة. ولما الناس عرفت ابتدت الناس تشجعها، ده مش كده وبس، ده شجعت الناس يعملوا الخير ويدوها فلوس كمان توصلها للأماكن دي. وزي ما هي عملت ربنا ستر عليها في أيام حياتها الأخيرة، وناس اتبرعت بعلاجها وناس اتبرعت بكل حاجة. اوعى تندم على عمل الخير لأنه متحوش لك فوق في السماء. وما تنساش الآية اللي بتقول طوبى للرحماء لأنهم يرحمون. ربنا يديني ويديكم صباح الخير.